السلام عليكم المشاهدين ديالي العزاز. جبت لكم واحد الغريبه اللي هي زوينه بزاف بزاف واقتصاديه، يعني دوازاتاي كتجي رائعه، كتحطها للضيوف ديالكم علاش لا. هنا غادا نذكر المقادير. هنا غادا نحتاج، انا هنا ضفت يعني واحد الكاس ديال اللوز مطحون، يعني اختياري، تقدري ديري كاوكاو تقدري تستغني عليه. وهنا واحد نصف كاس ديال زيت المائده، نصف كاس ديال سكر سنيده. انا هنا ما بغيتش نكثر، الا بغيتي تزيدي تعمري الكاس عمري الكاس، حيت هنا باقي غنفندوها بسكر كلاصي. هنا عندنا الزبده، تقدري ديري الزبده حيوانيه. وهنا عندنا السكر كلاصي باش غنفندو هاد الغريبه ديالنا. وعندنا للتزيين عندنا، انا هنا عندي الكركاع وعندي اللوز، تقدري تكتفي غير باللوز. وغنحتاجو جوج خمارات ونصف ديال الخمارات ديال الحلويات. انا هنا باقي غنزيد وحده هكا باش تجينا الحلوه ديالنا مشققه، يعني تجينا الغريبه مشققه. هنا غادا نحتاج لواحد كيلو ديال الدقيق نوعيه ممتازه. يلا بسم الله على بركه الله. بسم الله على بركه الله. هنا في واحد القصريه هنا غنضيف الزبده اللي خصها تكون على درجه حراره المطبخ، تكون لينه باش تجي ساهله في الخدمه. ولا كانت قاصحه دوزيها في الحكاكه. ها هي الزبده انا حكيتها راه جاتني قاصحه، حيت كانت في الثلاجه. صافي كنحكوها في الحكاكه. هنا غادا نضيفو كاس ديال السكر سنيده، يعني الكاس ما عامرش هكا باش ما تجينيش عاوتاني حلوه بزاف، حيت باقي غنفندوها في سكر كلاصي. بسم الله. صافي هنا كنخدمو الزبده مع السكر. الاحسن البنات تجيبوا الزبده وتحطوها في الكوزينه، او الاحسن الزبده تكون على درجه حراره المطبخ هكا باش تجي لكم ساهله يعني في الخدمه. هنا كنضيف نصف كاس ديال زيت المائده. بسم الله. صافي هنا كنخدمو. غنزيد واحد قابصه الملح. ضروري الحلوه ديالنا او اي حاجه نحضروا فيها الملحه هكا باش تجينا بنينه. هنا كنضيفو داك الكاس ديال اللوز مطحون، يعني الا متوفر من الاحسن باش يعطيكم واحد لوغو زوين في الغريبه ديالكم. صافي نخدمو مزيان هاد الزبده ديالنا. ها هي، سمحوا لي المتابعين راه السيكوره ديالي مهرسه باقي ما خديتهاش. صافي انا غنخدم الزبده مزيان وغنرجع معكم. صافي هنا البنات انا راه زدت شويه الزيت، يعني كاس الا ربع اللي خص نديرو، ماشي نصف كاس. زدت واحد شويه يعني كملت كاس الا ربع، يعني كاس ما عامرش. صافي هنا غنبدا نضيف شويه دقيق، نضيف شويه دقيق عاد نضيف الخمارات، يعني جوج خمارات ونصف هكا باش تجي لينا مشققه. دابا غنبدا نضيف الخمارات.
الخماره صافي، ونبدا نزيدو الدقيق شويه بشويه تيتجمع لينا العجين. صافي نضيفها شويه بشويه تجيش لينا عاوتاني قاصحه. يعني 2 خمارات ونصف اللي درت صافي. ونجمعوا العجين ديالنا. صافي هي البنات العجينه بعد ما جمعناها. دابا غنديرها في بلاستيكه هكا باش حفظت عليها. غنبدا نكورها. دابا غنمشي نوجد لاطات، يعني ندهنهم بالزيت. يلا بقاو معايا باش تشوفوا زيما في الفيديو. صافي هنا البنات كنشكلوا كويرات، يعني الغريبه ديالنا على هذا الشكل هذا. صافي وكنفندوها في السكر سقلي، يعني سكر كلاصي هكا. كنغرقوا عليها مزيان باش تهز لينا، يعني العجين راه كيكون رطب، ما محتاج لا حتى حاجه باش يلصق. صافي هنا كنخلي واحد السباس بيناتهم هكا باش ما يلتصقوش بيناتهم. هنا غادي نهزو اللوز اللي عندنا هنا، اللوز والكركاع. صافي كنديروا ليها لوزه. هنا البنات الا بغيتو باش تهز لكم مزيان السكر، يعني السكر سقلا والسكر كلاصي، ديروها في الماء زهر ولا الماء ولا غير الماء عادي. الا ما عندكمش الماء زهر، انا هنا درت شويه الماء هانتوما. صافي كنفندها في السكر كلاصي. ديك الطريقه كتهز لينا السكر بزاف. حسن الا درتوها ديريكتومون، يعني في البلاصه، يعني درتوها في السكر كلاصي هكاك بلا ماء الزهر. المهم ها هو انا درتها في الماء. صافي كنديرها في السكر سقلي. كندير اللوزه. ها نتوما البنات الشكل ديالها. دابا غندخلوها الفران. هانتوما البنات هاد الشكل حتى هو ديال الكركاع، يعني الغريبه بالكركاع كتجي حتى هي زوينه. دابا غندخلوها الفران. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. كتجي اكثر من رائع. الغريبه باللوز بالكركاع كتجي مشققه. الا عجبتكم الغريبه ديالي ما تنساونيش بلي لايك، واللي ما تابوناش عندي تابونا، الله يرضي عليكم. هاد القناه ديالي ما بغاش تطلع، هكا نتعاونوا ان شاء الله باش كلشي تطلعوا على القنوات ديالنا. وكنقول لكم سلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.